بما اننا في الموسم ديال الليمون ودابا موجود عندنا المندرين، وجدت معكم هاد البسبوسه بالمندرين والكوك، كتجي هشيشه ورائعه بزاف بزاف. بالمذاق ديالها كيجي غزال. المهم هنايا خديت واحد البول، درت فيه 3 ديال البيضات بحراره المطبخ، وواحد ساشيه ديال الفانيا وشويه ديال الملحه، وكاس ديال السكر. ودرت الضرب على درجه اللي كتكون عاليه باش كنطرب مزيان هذاك البيض حتى كيلون، حتى كيرجع، حتى كيفتح اللون ديالو. من بعد كنهبط السرعه ديال الطراب، وكنزيد السوائل. درت كاس ديال الزيت، وكاس ديال الحليب، وكاس ديال الليمون، ويديا ما وقفتهاش على التطراب. من بعد زدت قشور ديال واحد الليمونه محكوكه، وجوج معالق كبارين ديال الكوك من نوعيه جيده، يعني داك كيجي مدهن وكيكون رقيق. من بعد زدت سميده. هنايا عندي 2.5 كيس ديال السميده بنفس الكاس اللي عبرت به الزيت والسكر واللي عبرت به. حاولت ندير لكم بالمعالق تقريبا 16 معلقه عامرين مزيان ديال السميده. وغادي نزيد ليهم فاش كنضربهم مزيان كنزيد معاهم الخميره الكيماويه 2 ساشيات. من بعد كندير الخليط في المول اللي دهنته بالزيت ورشيته بالسميده، والفران في هذا الاثناء راه كيكون كيسخن عندي. كندير العفيه كتكون مهيله من التحت فاش كطيب وكتبدا تذهب من الجناب، كنشعل عليها الفوق وكنخليها حتى كتحمر، وكنخرجها من الفران. ها هو الفيديو راه كيوضح غيبان لكم كل شيء فيه كما كتشوفوا. من بعد خديت واحد الكاس ديال العصير المندرين، وزدت ليه واحد 2 معالق ديال السكر سنيده. المهم السكر حسب الذوق اللي كيبغيه. انايا في هنايا درت العصير يكون بارد، والبسبوسه هنايا راه خرجتها سخونه من الفران باش كتشرب لينا داك العصير وما كتعجنش. خاص واحد فيهم يكون سخون والاخر يكون بارد. هنايا خديت واحد شويه ديال الكونفيتور ديال السفرجل اللي ديجا وجدته في الدار، يعني ما تقدروا ديروا المشماش ولا الليمون ولا اللي كمتوفر عندكم، وكنرش عليها الكوك، وكنخليها حتى كتبرد مزيان وكتشرب هذوك السوائل مزيان. داك العصير كتجي غزاله بزاف. جربوها، واذا عجبتكم كما ديما خلوا لي الراي ديالكم في التعاليق، وبالصحه والراحه.